الجو بدأ يبرد ومفيش مطعم في الكويت بيعمل مبكبكه. ودي المكونات بتاعت الاكله، حاجه كده في السخان، كيلو لحمه وتقطعوها القطعيه اللي انتوا عايزينها، سواء لحمه ضاني او لحمه بتلو. انا بالنسبه لي بقطعها قطع صغيره عشان تستوى بسرعه، وعشان مع المكرونه تتزلط كده بسرعه. ونجيب بصلتين نقطعهم مع قرنين فلفل، السر كله في الفلفل. طبعا معانا البهارات، 7 بهارات وكركم وفلفل اسود وشويه حبهان. واول حاجه ننزل بيها كده شويه زيت الزيتون، وبعدين ننزل بالبصل بتاعنا، نقلب البصل بتاعنا كده لحد ما يدبل. ونزلنا طبعا دلوقتي بشويه الفلفل الحراقين عشان نلهلب الدنيا. الله على الروائح الجميله. طبعا دلوقتي البصل دبل، وعلى طول ننزل باللحمه بتاعتنا. قطعه اللحمه قطعوها زي ما انتوا عايزين، وبعدين ننزل بالبهارات بتاعتنا كلها، واقلب بقى كله في بعضه. الريحه ايه يا جماعه؟ مش قادر اوصف لكم الريحه. انا هجهز معجون الطماطم في شويه ميه سخنين كده واعملهم. طبعا انت حابب تعصر طماطم براحتك، انا بالنسبه لي معجون طماطم وانجز. وعلى طول بقى ننزل بصلصه الطماطم عشان اللحمه تكمل سواها، ونقفل عليها بقى ونسيبها لحد ما تستوى. شايفين المبكبكه بتبكبك ازاي؟ طبعا اللحمه استوت بسرعه عشان صغيره. ودلوقتي جه وقت المكرونه. انزل بقى بالمكرونه بتاعتك كده الجميله، وقلب بقى كده خليهم كده يتمزجوا مع بعض، ونقفل عليها. وكل شويه كده نفتح نقلبها عشان ما تتحرقش من تحت. والمبكبكه كده خلصت، ونطفي عليها ويلا بقى نغرفها ونقول بسم الله. اسمع يا باشا، ايوه بقى، بسم الله. هي دي الاكلات اللي تدفي. فخر من الاخر.